السلام عليكم ورحمة الله. أحب أرحب بكل إخوة الزملكاوية. أولا، ألف ألف مبروك على فوز نادي الزمالك على نادي دريمز الغاني في ملعبه وفي وسط جمهوره بثلاثية نظيفة دون رد، وعلى الأداء المتميز اللي قدمه لاعبي نادي الزمالك في هذه المباراة. وفي سؤال كده شغل بال ناس كتير اليومين دول، طيب هو النهائي الذهابي هنا ولا العودة اللي هنا؟ طبعا أنا أحب أبشر كل إخوة الزملكاوية إن ماتش الذهاب هيكون يوم 12 على ملعب نهضة البركان، وماتش العودة هيكون يوم 19 هنا في استاد القاهرة بإذن الله. وبإذن الله السنة دي هتكون الكونفدرالية من نصيب نادي الزمالك. ليه؟ عشان هو نادي كبير ونادي عريق ونادي جماهيري كبير وورا جمهور يسد عين الشمس وفي ظهره مش هيسيبه مهما الناس قالت. الناس بتقول هو ده مش نادي بطولات، ده ما بيكسبش، ده ما بيلعبش. لا، احنا شايفين غير كده. احنا كزملكاوية نحب نشجع نادي الزمالك. ليه؟ احنا شايفين ان الكرة الحلوة في نادي الزمالك. الكرة الحلوة ما بيلعبهاش غير رجلين لعيب الزمالك. مش شايفين كرة حلوة في افريقيا غير في نادي الزمالك. فخلاص دي حاجة اتولدنا بيها من واحنا صغيرين كده، عيال صغيرين. انت ايه؟ انا زملكاوي. هو يعني العيال بتولد زملكاوي اصلا يعني. فالكرة حلوة في الزمالك، فهو بقى كسب خسر اتعادل، ده ما بيفرقش مع جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك جمهور بيحب الزمالك، بقى كسب خسر اتعادل، ده مش مشكلة بالنسبة لنا. أهم حاجة نشوف الزمالك بيقدم أداء احنا نكون مبسوطين واحنا بنشوفه، الناس تكون مبسوطة. آه، بيلعبوا في باص كويس، في كرة حلوة. بس احنا ده كله اللي بنطلبه جمهور نادي الزمالك. لكن مكسب وخسارة وتعادل والكلام ده كله احنا ما بنبصلوش. احنا ما مش زي اول ما نخسر ماتش مثلا او نتعادل ماتش، لا تعالى يا فلان، ده انت المدير الفني كذا، ده انت مش عارف الاداره كذا، ده انت. لا، احنا ما عندناش الكلام ده. احنا ناس بنقف جنب النادي بتاعنا وجنب اللعيبه بتاعتنا وجنب المدير الفني بتاعنا وجنب الإدارة بتاعتنا لحد ما بنعدي العقبات وبنعدي زي مثلا وقف القيد، وزي عدم تسجيل اللاعبين، وزي الغرامات، وزي وده كله فضل جمهور نادي الزمالك واقف في ظهر النادي بتاعه وفي ظهر الإدارة بتاعته لحد ما عدوا العقبات دي كلها. والحمد لله وقت نادي الزمالك بيلعب ويقدم أداء متميز يعني بشهادة كل الناس يعني. سواء انت أبيت أم وافقت، انت شايف ان نادي الزمالك غير دلوقتي. وعلى رأي مصطفى شعبان، اللي جاي طلع حي، اللي جاي طلع حي. وإن شاء الله ربنا يوفق نادي الزمالك واللعيبة والإدارة بإذن الله، ويقدموا مستوى كويس يليق بنادي الزمالك في الفترة الجاية بإذن الله. ولو الفيديو عجبك ما تنساش أخوك يعني اشترك في القناة وفعل زر الجرس كده. ويعني لو أمكن يعني لو قدرت تعملها، ما قدرتش براحتك يعني، لايك كده لأخوك وحبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وألف شكر.